ازيكم عاملين ايه؟ عندنا حلقة النهارده برضو بنتكلم عن فكرة انا بتخن ليه؟ وان القصة مش الانتيك للاكل اللي باكله او الرياضة. دايما الناس بتتكلم عن الاكل والرياضة. اتكلمنا قبل كده عن فكرة الحالة النفسية بتاعتنا وازاي هي بتتحكم، ممكن انها توصلنا ان احنا نبقى كويسين او مش كويسين او ان احنا نمرض او ما نمرضش. احنا هنتكلم عن حاجتين في ايدينا، حاجتين بقى دولت في ايدينا. احنا انسب، انا مش هينفع ان انا اخلي حالتي النفسية كويسة لايك ذس. وين سب، انا برضو هقعد اقول ايه، ما رياضه صعبه والاكل دمه تقيل ان انا اكل حاجه دمها مش عاجبني، ولا الاكل هيلثي طعمه مش حلو. يبقى انا هتكلم على حاجتين، الحاجتين دول السحر: النوم والميه. النوم والميه. انا جسمي كله قايم على نظام هرموني، نظام هرموني بيخرج الميه. عندي هرمون اسمه كورتيزول. ايه هرمون الكورتيزول؟ ده هرمون التوتر. بيتفرز امتى؟ بيتفرز مع العصبيه والزعل والانفعال والتوتر والحقد والغضب. وبيتفرز امتى؟ لما بكون مش نايم كويس، لما يكون عدد ساعات نومي مش around 6. 6 بلس هاف، 6 ماينس هاف اتس اوكي. لما انا هنام 6 8 10 12 ساعه غلط. لو انا هنام بعد الستة 5 4 3 2 غلط. هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، بيسموه هرمون النوم، هو المسؤول عن ضبط الحاله المزاجيه بتاعت جسمي. هو من اهم الحاجات اللي مسؤوله عن انا بخس او انا بتخن. ازاي؟ هرمون الكورتيزول طول ما هو فوق بيرفع معاه هرمون الانسولين. هرمون الكورتيزول هرمون الانسولين هما فوق، الاقي تحت اتهبت الجروث هرمون والهرمون الثيرويد بتاع الغده. طب وايه اللي هيحصل؟ ايه المشكله لما الجروث هرمون ينزل؟ ايه المشكله لما تي 3 وتي 4 والهرمون الثيرويد ينزل؟ انا عشان احرق وعشان اكون كتله عضليه وعشان اقدر اخس، انا محتاج اعلي الجروث هرمون وانزل الكورتيزول وانزل الانسولين. فمهم جدا يا جماعه ان احنا نحافظ على 6 ساعات نوم في اليوم. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وجعلنا النهار معاشا والليل، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعني احنا ربنا خلق النوم بالليل وخلق السعي الصبح. اللي بينام ال6 ساعات بتوعه من الساعه 1 الظهر للساعه 7 ما ينفعش. اللي بينام ال6 ساعات بتوعه من الساعه 8 بالليل للساعه 2 الصبح ما ينفعش. انا بقول دي حاجه اليمنت هو سهل جدا احنا نتحكم فيه. هيظبط نومه 6 ساعات في اليوم. ده مهم جدا جدا جدا، ان هو له هدف ان هو يحافظ على صحته، وان هو هدف ان هو يخس. طيب الدراسات طول عمرها بتقول، دي الكلام يعني بيتقال ان الانسان محتاج 8 ساعات نوم. غلط 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 غلط. ما يصحش كده. الانسان مش محتاج 8 ساعات نوم. يا جماعه عارفين الكمبيوتر، عارفين الموبايل لما بيعمل هايبرنيت؟ الموبايل لما بيعمل هايبرنيت وانا مجرد بتاتش الشاشه بيحصل ان الموبايل بيفتح، صح؟ بس لما انا بعمل له شات داون يقعد مثلا 2 مينتس 3 مينتس حسب بقى، يعني لو لابتوب قديم ممكن يقعد له ربع ساعه عشان يقوم. هو ده اللي بيحصل في جسمي. طول ما انا نايم اراوند فيجر 6 اورز جسمي بيهايبرنيت وبيقدر يقوم مره واحده. الجسم ما بيحصلوش توتال بريك داون في الماشينز بتاعت جوه الاورجنز بتاعت جسمي والاجهزه بتاعت جسمي. ايه اللي بيحصل في النوم اكتر من 6 ساعات؟ جسمي كله بيحصل له فيلير، جسمي كله الدوره الدمويه، الكبد، القلب، المخ، كله بيحصل له داون جدا جدا جدا. يجي يقوم ما يقدرش يقوم، فابتدي اتخيل ان انا محتاج نوم فنام تاني اكتر، فيبتدي يحصل لي داون اكتر. فلما يحصل لي داون اكتر اجي اقوم ما ابقاش قادر اقوم، فاقول ده يبقى انا محتاج نوم اكتر. وفش السكر، نوم يجيب نوم، نوم يجيب. هو ده بقى حاله الوخم. الحمد لله يا جماعه ما حدش ينام اكتر من 6 ساعات. الحاجه الثانيه الميه. الميه 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 الميه. جعلنا من الماء كل شيء حي. 70% من الكره الارضيه ميه، 65% من وزن جسمنا ميه وسوائل. اذا ازاي انا بغفل عن موضوع الميه يا جماعه؟ الميه لو انا اتليست في افريج الشتاء ما شربتش من 3 لتر على الاقل، 3 متر 600 ميه في الشتاء، يوصلوا ل 4 و4 ونص ميه في الصيف، انا كده هتخن. انا هتخن عشان ما بشربش ميه. ايه لازمه الميه في حياتي؟ جميع العمليات الحيويه اللي بتتم في الجسم محتاجه. نمبر 1. نمبر 2، النظام الهرموني محتاج ميه ودهون. تمام. العظم عشان يشتغل محتاج ميه وهواء. كل حاجه في جسمي محتاج ميه وحاجه. انا عشان اشتغل بجسمي، عشان اشتغل رياضه محتاجه ميه وهواء. عشان اشغل هرمونز انا محتاجه ميه ودهون. عشان اشغل عضله قلب محتاجه ميه وفاتي اسيد. انا كل حاجه في جسمي عشان تشتغل محتاجه ميه بلس ايد. باي ذا واي يا جماعه، موتور العربيه مش بنقول رادياتير والمروحه والقربه الميه، الكلام ده كله عباره عن ايه؟ دوره تبريد الموتور. الموتور ده مثلا كنت درجه حرارته 3000 فahrenheit طبعا. بالنسبه ان عربيتي ولعت الحمد لله، انا بقيت فاهمه كويس جدا في موضوع دوره التبريد وكده. فموتور العربيه مثلا ممكن يبقى 3000 فahrenheit وعليه دوره تبريد. دوره التبريد دي عباره عن ايه؟ رادياتير وقربه ومراوح. هو ده الميه بتاعتي. انا بشغل مكنه وما بسقيهاش ميه، المكنه بتتحرق.
مش بدون حرق جسمك الحرق. ابسط حاجه من اكتر الحاجات اللي بتضر الجسم الدراينس بسبب عدم شرب الميه. الدراينس اللي بيحصل في الليل، انا باي ذا واي عندي دراينس لان انا بلعب اكتر من بشرب ميه، دايما بيحصل لي دراينس وبيحصل لي ووتر ريتنشن في رمضان بسبب ما بلحقش ان انا اكفر كميه الميه لازم تشرب، لان انا بشتغل بنسبه ليفل شغل مش كلكم بتقدروا تشتغلوا، ولكن انا كبني ادم عاديه انا ينفع ان انا اشرب باي ذا واي 3 لتر ميه 0.6 او 4 لتر ونص. طيب اخر بقى معلومه، لو انا عندي قصيص زرع ورحت هو عطشان جدا، رحت دالق فيه جرد الميه، ايه اللي هيحصل؟ الميه كلها هتطلع بره قصيص الزرع. بس لو انا جبت قصيص زرع ده ورحت هو عطشان جدا، رحت دالق فيه جرد الميه، ايه اللي هيحصل؟ الميه كلها هتطلع بره قصيص الزرع. بس لو انا جبت قصيص زرع ده جبت نفس الجرد الميه، رحت كوبايه ميه، تبتدي الطينه تشرب الميه، تبتدي احط شويه ميه، تبتدي الرمله والطينه يشربوا الميه، ايه اللي هيحصل؟ البسيط كله هيحمل ميه نفس كميه الميه اللي انا كنت هدلقها مره واحده وانا ما اتكوتش. ده اللي انا بقوله، احنا بنشرب ميه من الفطار لحد ما بننام، احنا بنشرب ميه من اول يوم الصبح لحد ما ننام بالليل، مش من مره واحده نشرب. تاني ملخص كل اللي انا قلته، الميه والنوم صحي بتشام سهل، ولا اكل دمه تقيل، ولا رياضه رخمه، ولا حاله نفسيه مش هقدر اتحكم فيها. اكل وميه ممكن يخليني يخس، ما يصحش.